فين حكومة مصر من اللي بيحصل في شعب مصر المطحون؟ يعني لما اكون جايبه ازازة خل عافية ديت من مكان ب15 جنيه، ورجعت جبتها من مكان تاني جنبه، يعني هما جيران، المحلات جنب بعضها ب8 جنيه، فرق 7 جنيه في حاجة واحدة. ما تجيبيش حاجتك من مكان غير ما تسألي في مكان واتنين وتلاتة، لأن خلاص ما عادش حد عنده ضمير ومفيش رقابة على الأسعار، وكل واحد عنده بضاعة بيعلي فيها زي ما هو عايز. يعني اللي باعها ب15 ده يا إما هو ضميره ميت خالص، يا إما اللي بيبيعها ب8 ده سكران على نفسه مش عارف الأسعار. حبيت اقول لكم المعلومه البسيطه دي عشان تاخدوا بالكم قبل ما تجيبوا اي حاجه تكونوا عارفين سعرها عند الناس اللي بتبيع جمله. يعني روحي كده عند سوبر ماركت بيبيع جمله واسالي على جميع الاسعار، وبعد كده تقرري تشتري حاجتك منين. ولما بنت نزلت جابتها ب15 انا استغربت، لان كانت جايباها قبلها بحوالي يومين ثلاثه ب8 من مكان تاني. فقلت لها طب روحي المكان التاني كده هاتي لي واحده تانيه يا ريتاش، يمكن يكون غلا يا بنت. راحت جابتها لي ب8 والله. فرحت رجعت ام 15. ما عادش حد عنده ضمير، والرقابه في مصر نايمه على نفسها خالص، واللي بيدفع الضريبه الناس الغلبانه